بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل أكلة حلوة قوي، شرقية جدا ومصرية جدا جدا جدا. طبعا كلنا أكيد عرفناها، العدس بجبة. العدس بجبة من أجمل وأطعم الأكلات اللي ممكن ناكلها، وسهلة وفي نفس الوقت اقتصادية ومش هتكلفنا أي حاجة. بص بقى، اول حاجه زي ما انتم شايفين كده، انا جبت كوبايه عدس بجبه مع كوبايه عدس اصفر وحطيتهم مع بعض. طبعا نقيناهم وهنغسلهم كويس، وحطينا بقى شويه ميه كده في الحله زي ما انتم شايفين، وجبنا بصلايه بشرناها ناعم ودعكتينها بالملح والفلفل كويس قوي وحطيناها في الميه المغليه. وبعد كده طبعا غسلنا العدس حلو وكويس جدا، صفيناه وهننزل بيه على الميه المغليه مع البصل. عايزه اقول لكم وهي بتغلي على النار، انا واثقه ومتاكده ان انتوا هتشموا ريحه لحمه بلدي بتتسلق، مش ريحه عدس نهائي. والله كان عيالي شمنا كاني بسلق لحمه. المهم بقى ايه، عشان ما نطولش في الكلام، انا عامله لكم الفيديو صغنن جدا وسهل وبسيط زي الاكله بتاعتنا. انا العدس بقى هحطه على النار واسيبه بقى يغلي كده لحد ما يبتدي يتقل معايا. اهو بصوا بدأ خلاص، اهو بدأ بقى تقيل. شايفين السمك بتاعه بدأ يتشر وبدأ يبقى تقيل. في الوقت ده هكون مقشره راس توم كامله ودقاها مع ملح وكمون وشويه فلفل اسمر، وهحطهم على على العدس، وهسيبه بقى ايه يكمل سواه كده على نار هاديه، اوطي النار خالص عليه. وهجيب طاسه، معلقه زبده مع معلقه زيت، وهنزل معاهم برضو ببصلايه تاني مبشوره. وهبتدي احمرها لحد ما هتاخد اللون الذهبي. انا مش عايزه اغمقها قوي علشان ما تدينيش مراره في الاكل، تاخد بس اللون الذهبي بتاعي. وبعدين هنبتدي كده ننزل زي ما انتم شايفين كده، بص لونها فاتح وحلوه قوي. هنبتدي بقى ايه ننزل بالطماطم بتاعتنا معصوره، وهنبتدي ننزل عليها وهنحطها على النار، وهنحطها طبعا معلقه سكر صغيره مع معلقه ملح بسيطه والفلفل اسمر. خلينا نراعي نسبه الملح لان احنا في سليق العدس حطينا بصلايه مدعوكه بشويه ملح، والتومه دقيناها مع شويه ملح، والصلصه هنحط لها شويه ملح. فنحاول نظبط النسبه بتاعه الملح بتاعتنا علشان الاكل ما يطلعش حادق معانا. كميات بسيطه في الاول بنحطها علشان الاكل ما يبقاش حادق والاكل يبوظ مننا. تمام، خلاص الصلصه بتاعتي اتسبكت معايا وبقت تمام. هجيب العدس بتاعي، كان خلاص بقى تقل جدا واستوى بقى 10/10 زي ما انتم شايفين. هبتدي انزل بالصلصه بتاعتي عليه وهقلبها تقلبتين، وهسيبه بس كده يعني يغلي غلوه بسيطه جدا. وكده خلاص كان العدس بتاعي خلاص. الف هنا وشفا، طعمه تحفه. في ناس تحب تاكله مع رز، في ناس تحب تاكله مع عيش وخضره، زي ما انت حابه تاكليه. اكله اقتصاديه وموفره ومغذيه وجميله. اتمنى تعجبكم وان شاء الله تجربوها وتكون حلوه معاكم، والف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما تنسونيش لو معايا لحد دلوقتي في الفيديو، اتمنى تشتركوا في القناه ولايك وشير وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. باي باي.